السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء. هشام الجهيني يحييكم من جديد. مبدئيا كده، لو مش مشترك في القناة ارزع اشتراك في القناة واخبط زرار اللايك لحد ما تخرم التليفون، وارجع لي عشان عايزك في حكاية. هو ايه اللي حاصل يا اخواننا في الدنيا؟ أنا في حاجات كده بدأت تتعدي تفكيري كده، مش فاهمها ايه هي بالظبط. يعني خالد الجندي مرة يطلع يقول لك مفيش غشاء بكارة، ماشي، ضارب له سجارتين وهيهرطق له بكلمتين وخلاص. شويتين يرجع يقول لك الراجل اللي بيأذن في صلاة الفجر ده في نصارى معانا، في مسيحيين، ايه ذنبهم؟ يا سيدي ذنبهم انهم عايشين مع مسلمين. انت شايف ان انت زعلان على الجماعة المسيحيين بس من اليدان؟ ما علينا، سيبك من الحكاية دي. شويتين تمام ويطلع لنا بنيو لوك وحمالات ابراهيم عيسى والطاقية الغريبة بتاعت عادل امام دي. والله ماشي، نفسين زاد واخد بالك طلبت معاها نيولوك جديد. انشغل بونينس وخالد الجندي شويه، هوبا للنبي يطلع لنا عير فرفور كده اسمه امين صبري بيقول لك انا مؤسس علم الدينولوجي. ومبدئيا كده يا اخوانا، لو انت عايز تبقى مؤسس اي حاجه، ان شاء الله مؤسس عمود في بيتكم، تمام، انت بس حط اسم الحاجه اللي انت راح تاسسها دي واختمها بلولوجي دي، تمام، لولوجي، دينولوجي، بطخولجي، عنبونجي، اي حاجه اختمها بس بلوجي دي وانت هتبقى مؤسس علم على طول. المشكله ان البني ادم والحيزبون ده مصدق نفسه، مصدق ده بهرت الهرتيل ابن كلبه. طبعا المعلم عمل نصبايا ملهاش اي حل، تمام باشا. والله عشان تشوف فيديوهاتي وتستمتع بافكاري اللي مفيش منها اتنين، احنا عاملين اشتراك بس كده للصفحه اللي هو تقريبا نص دولار او حاجه زي كده، وطلع المصلحه اللي زي العسل ومصدق ده. والمشكله ان في مخابيل هتتفرج عليه ومصدقين ويقول لك انا جاني وحي من فوق كده، او اشاره، او مش عارف ايه اللي كان بيقوله، ويقول لك انا جاني وحي ان انا لازم افسر القران. علي النعمه انت ما تعرف فرائض الوضوء اصلا عشان تفسر القران يا متخلف. نخلص من امين صبري، يطلع لنا مين؟ يطلع لنا رمضان عبد المعز، اللي لا عارفينه شيخ ولا عارفينه لاعب كوره ولا عارفينه راجل هيتفرج على السينما ولا عارفين واخد البالك تحت بط خالد الجندي. ما بنعرفش هو ليه، يعني حتى ده لا كاريزما ولا قبول ولا علم ولا اي حكايه، اللي هو طماطم في البطيخ كده، هري في هري وخلاص. نخلص من رمضان عبد المعز، هوبا للنبي كده يجي طالع لنا محمد هدايه. يا عم محمد هدايه، الصنعه دي مش صنعتك، الكار اللي احنا فيه ده انت ده مش كارك. انت ولا تنفع داعية ولا تنفع امام ولا تنفع مفسر ولا تنفع اي حاجة. انت على شكلك العسول ده، تمام، طول دجنك سنة بسيطة والبس لك عباية، العبايات بتاعتنا احنا اللي في الصعيد دي، مع انها خسارة فيك يعني، بس ما علينا، اشتري لك واحدة واعمل محل عطارة وبيع، انت تمامك عطار، ده اخرك. لكن انت ولا ليكش دعوه بالدعايه. محمد هدايه بالمناسبه لما ترجع الفيديوهات القديمه تعرف ان الراجل ده كان مشروع داعية، مش هقول لك مشروع داعية ناجح، ان هو كان مشروع يعني، تمام. فجأة من طريقه نص كده من داعية اسلامي او مشروع داعية اسلامي، فجأة البني ادم ده تحول وبيجي منكر السنة بالكامل. ما بيعترفش باي حاجة عملها النبي ولا اي حديث، هو القرآن وبس. يا عم ما في حاجات في القرآن او في احكام لينا في ديننا او في شريعتنا الاسلامية ما وردتش في القرآن عرفناها، وفي حاجات جات في القرآن والسنة النبوية هي اللي بينتها لنا. يعني احنا جات الصلاة، تمام، لكن ما كناش نعرف الشكل بتاع الصلاة ايه، الركوع، السجود، القراءة، تمام، اتفرضت علينا في القرآن لكن ما تبينتش. جات السنة النبوية بينتها. لما تيجي مثلا في إقامة الحدود، تمام، ربنا أمرنا في القرآن الكريم بإقامة الحدود، لكن جاءت السنة النبوية بيانات ان هي الحدود، تارك الصلاة مش عارف ايه، والزاني والسارق والمفسدين في الارض و كل الحدود، كله ده بينت السنة النبوية. السنة النبوية بيانات ان حاجات كثيرة جدا 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 ما كانتش واضحة بالقرآن، او القرآن الكريم عدى عليها مرور كده اللي هو بالمجمل، وجهة السنة النبوية بينتها. يعني أحاديث آخر الزمان كلها اللي هو المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى وإن هو هيكسر الصليب وكل أحاديث آخر الزمان
تمام، قتالنا مع اليهود ومش وغيره 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 ده كله. ده جت بالجنة في الاحاديث، سواء احاديث نبويه او احاديث قدسيه نقلها النبي عليه الصلاه والسلام لينا ونقلت من الصحابه و لحد ما وصلتنا في زماننا ده. هو ده كله مش معترف بيه، فيش الكلام ده يا برنس، هو القران. يا عم ازاي؟ طب انت ايه مخك بيقول لك ايه فيك دي؟ لا انا مش هعترف غير بالقران. ترد عليه وتقنعه بالدليل الدامغ الصارخ القوي، لا هو القران ما فيش الكلام ده كله. والغريب انه بيستضفوه، يعني البني ادم ده بيستضفوه بيجيبوه وبيقدم لميتين ابونا احنا على اساس ان ده عالم. يا حول الله يا رب، يا ابويا ارحمنا، يا ابويا ارحمنا، قلت لك تمامك عطار. نخلص من محمد هدايه، تمام، ندخل في مين؟ في فريده الشباشي الحيزبون ده، اللي هي حاليا تصوروا ان البني ادمه دي في مجلس النواب او مجلس الشيوخ. اه والله العظيم، ازاي مش عارف يعني انا مش فاهم ازاي دي. فريده الشباشي دي تاريخ طويل وتحول من المسيحيه للاسلام، ولا هي تعرفها مسيحيه ولا تعرفها مسلمه ولا تعرفها جايه تطلع ميتين ابونا احنا، ولا هي بالظبط؟ لا هي بس اهو كده، تمام. واخوها فريد الشباشي ده اللي انا ما فيش مره شفت له حلقه الا هو سكران على طول. هو المعاني تقع عليه كده واشوف تجل لسانه اعرف ان هو ضرب الكاسنجه لما يدخل الحلقه عشان يبقى مونون، تمام. وهو مصدر معلوماته الاوحد جوجل، يا ده بالصعيدي جوجل بلا جوجل بلا تفخيم الجيم، ده عكره جون على فكره بالمناسبه يعني. ما علينا ما علينا. المهم نخلص من فريده الشباشي وعيله الشباشي كلها، تمام. يطلع لنا احمد عبده ماهر. احمد عبده ماهر كل اللي سميته لكم ده كله كوم، واحمد عبده ماهر ده كوم تاني. انت راجل المفترض يعني انك بتاع قانون، مالك ومال الشريعه يا احمد يا عبده يا ماهر؟ مالك ومال الاسلام والمسلمين؟ يعني انت بميتين امك ضاقت عليك الدنيا كلها، ما معكش غير المسلمين، ما معكش غير الدين ازاي؟ وتسمعوا حافظ مش فاهم جحش بودان طويله وواضح جدا قوي انه متوجه ان في حد هيقول له اعمل كده قول كده، تمام. وبالمناسبه انا لما احكي لك في حد مش بالضروره خالص مثلا تكون جهه امنيه او جهه حكوميه كان، لا خالص، ده مش تمام، مش ده خالص، تمام. ده دي في جحش حد من بره كده مثلا جماعه شيعيه ايرانيه بتاع كده بتوجهه، لكن ده بعيد عن الدوله. يعني انا عارف اختيارات بلدنا دقيقه، ما ينفعش دي معاهم خالص اصلا، ماشي. تطلع من احمد عبده ماهر ده واخد بالك وهو خربان طينه. يعني الناس دي الدكتور عبد الله رشدي الله يبارك لنا فيه يا رب شطه في البشريه دي تشطيف الدكاتره بصراحه. كل اللي سميته لكم دول نخلص نطلع ان واحده الثانيه طالعه اللي كان متجوزها عمرو دياب، كنا عاملين عليها الفيديو اللي فات، تقول لك الاذان المؤذن بيجعر وتتطاول وتقل ادبها وشايفه ان شاعره الذبح شاعره بربريه، ودي شطفناها في الفيديو اللي فات سيبكم منها. تخلصوا من دي تطلع لنا رانيا يوسف وتقول لك انا في خدي كبيره واللي عايز يتفرج يتفرج، وان الله يحب الجمال. ان الله يحب الجمال مين يا اما؟ ان الله يحب الجمال مين؟ الله يولع فيك وفي امثالك. نخلصوا من رانيا يوسف. فيش يا راجل اقسم بالله تقول يا راجل تسلسل ماشي، نخلص بس منها دقيقه واحده بس كده. رانيا يوسف فيش حيزبون مثلا زي في مفاسله وطاير الاسم من على لسانه والله، تمام. كانت ليها قصه في الحجاب دي، يعني يجيب ربنا الذاكره دلوقتي واقول لكم عليها. نخلص من البشريه دي ومن عيله الشباشي وما غير الشباشي واحمد عبده ورمضان وخالد الجندي والبشريه دي كلها تطلع عنا امنه نصير. ياما انت بتختمي في حياتك، ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك انك انت تتوضى وتصلي لك ركعتين، وان كان معاك عيل ولا عيلين تدعي لهم، جايز ترشق دعوه منك، تمام. ومالكيش دعوه بالشريعه، ما انت حتى صفر على الشمال وفي فطاحله موجوده هتلقط في الجلاضيش اللي زيكم دي وتشطفها انتوا. اقسم بالله تقابل اي حد في الشارع الا من رحم ربي يعني، تمام. تجيب له بس اسامي الناس دي تلاقيه مرتاح فيهم وعارفهم وشمالي ولاد صارمه. نخلص من القصه دي خالص، نخلص من البشريه دي كلها، نتفاجئ ان البابا فرانسيس مش عارف ايه ابن المستخبي ده، تمام، جاي يزور العراق حاضره الخلافه الاسلاميه لمئات السنين. العراق منبع العلماء، وقول فيها زي ما تقول فجاه بقت تستجدي عطف من بني ادم زي ده او شخص زي ده، وانا كنت واعد ان ما اتلفظش بلفظ ماسك لساني بالعافيه يعني. ما علينا. العراق يا اولاد يلف عليها الزمن ويتقلب عليها الوضع وتقبى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اللهم فك اسر العراق يا رب، وارجعهم من شرعيتهم ودينهم الاسلامي وشرعيتهم الصحيحه، وفك كربهم يا رب، وفك كرب سوريا يا رب قادر يا كريم،
تمام. فرانسيس البابا فرانسيس بتاع الفاتيكان بتاع ايطاليا ده، البني ادم ده انا شفت له فيديو والله يا اخوانا على اليوتيوب، تمام، بيسجد بيبوس اقدام مين؟ قساوسه سودانيين، وبيقول له متشكرينكم انتوا حققتوا لنا حلمنا في اقامه دوله مسيحيه في قلب افريقيا وتوجه لتنصير افريقيا كله. وبالمناسبه هم ناجحين في الحوار ده يعني، وبقت دوله جنوب السودان دوله مسيحيه، الديانه الرسميه ليها المسيحيه، واحنا واقفين هنتفرجوا. تخلص من السودان ومن البابا فرانسيس، هوبا للنبي تيجي داخل تلاقي مين؟ تلاقي الكويت. مال الكويت يا اخوانا؟ الكويت نصها تشيع. نصها ازاي وهي اصلا بتنو نخله ونخله ذكر ما تطرحش؟ لا، هي الكويت نصها تشيع وزي هو كده يا عم. ازاي؟ لا لا، هو الكويت نصها تشيع ولا العوض من العوض. وتقرا ده في مواقفهم كثيره قوي يعني. هم ما كانوش تبع التحالف العربي اللي تم بين المملكه والامارات ومصر والبحرين، تمام. لا خالص، هم واقفين موقف بسيط واوامر، واللي هيبان بالكلمه غلط ايران هتديه بالبرطوشه. تخلص من الكويت تلاقي زيد الطينه بله اكتر من 51% من البحرين شيعه. اه والله العظيم ده متشيعه، تمام. تخلص من البحرين هوبا للنبي تيجي لابس في مين؟ تيجي لابس في حماس. حماس مالها يا اخوانا؟ حماس اتشيعت، لا اله الا الله، وناس تدافع عن الشيعه ومش عارف ايه. تيجي لا راجع ولا في تاني يجي رجال الام الدنيا، تلاقي الجماعه المقرئين المصريين اللي احنا هنحبهم ونحب اصواتهم الا من رحم ربي متورطين في اذان الشيعه. وكنا عاملين فيديو قبل كده، مقرئين مصريين هيأذنوا يقولوا لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عليا ولي الله واشهد ان عليا حجه الله. والله العظيم حاجه غريبه جدا اقسم بالله. مقرئين مصريين متورطين ومسجلهم، وايران كل مده كده هتيجي مفلته فيديو من الفيديوهات دي تطلعوا. تخلص من الليله دي كلها، تمام يا اخوانا. طب اهدوا استقروا، لا ابدا، هوبا للنبي تدخل على الموالد ومش الموالد. ايه يا اخوانا؟ يا اخوانا في ايه اللي حاصل؟ ايه اللي حاصل؟ خدوا نفسكم شويه. هو يعني من قله اللي حاطين على الدين والاسلام والمسلمين، من قلتهم؟ خدوا نفسكم شويه ورتبوا جدولكم. معركه والانكت ان عدوك بيجي من جواك ومنك ومن عروبتك من دول عربيه ودول مسلمه زيك، وزيد الطينه بله العدو الاساسي اللي كان هو شيعه صهاينه امريكان انجليز الروس، زيد عليهم دول الاعداء العاديه دي. يا موضه قدمت يابا، ده كلام فاضي وش 30 لازمه. اللي موجود دلوقتي منك ما تبقاش عارفه. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. معلش اسف ان كنت طولت عليكم، لكن هم شويه حاجات كانوا جوايا كان لازم اطلعهم والا هموت مشلول اقسم بالله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.